السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم محمود نصير ريسيرفوار انجينير، بعرض لحضراتكم كورس خاص بالدايناميك موديل باستخدام البتريل. والنهاردة الحمد لله وصلنا للخطوة رقم 13 وهي خطوة البريدكشن. دي الخطوات اللي احنا عملناها في المرات اللي فاتت ونهيناها، اللي احنا عملنا الاستراتيجي بتاعت الهيستوري كيس وعملنا السيميوليشن كيس وعرضنا الريزلتس بتاعت الرنة ديت وعملنا الموديفيكيشنز اللي احنا نحسن بيها الماتش، وعرفنا بالظبط ايه الخطوات اللي احنا المفروض نتبعها لما نلاقي الماتش مش مظبوط معانا. وبعد كده الخطوة بقى النهاردة الأخيرة بمشيئة الله وهي خطوة البريدكشن، وهتنقسم لجزئين. الجزء الأولاني No Further Action Case أو NFA أو البعض بيسميها Do Nothing Case، وهي إن بندخل في رنة البريدكشن بالآبار اللي احنا كنا داخلين بيها في رنة الهيستوري اللي احنا دخلناها في الاستراتيجي. كان في الموديل بتاعنا 4 آبار كنا مدخلينهم في الاستراتيجي بتاع الهيستوري، فهنفترض اللي احنا هنعمل مرحلة البريدكشن من غير ما نضيف أي آبار جديدة، هي بس الآبار اللي احنا كانت ماشية معانا في الهيستوري. تمام، فلذلك بنسميها further action case. والجزء التاني اللي احنا هنعمل ديفلوبمنت كيس، هنعمل ديفلوبمنت بلان اللي احنا هنحفر ابار جديده، وهنعرف بقى ازاي اللي احنا لما نحفر ابار جديده ازاي نحطها في البتريل ونعمل لها استراتيجي لوحديها ونعمل لها رن سيميوليشن بمشيئه الله زي ما ان شاء الله هنشوف. فهنبدا كده اللي احنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا نبدا بمشيئه الله. زي ما قلت لحضراتكم كده في المقدمة اللي فاتت ان الدو ناثينج كيس او النو فاردر اكشن كيس اللي احنا اوريدي هنضيف الابار اللي احنا عملناها في الهيستوري استراتيجي اللي احنا عملنا بيها رنة الهيستوري بتاعت السيميوليشن. احنا كان في كذا رنة سيميوليشن كده عملناها، فاحنا اتفقنا ان كانت رنة الهيستوري كيس مود هي ديت اللي ظبطت معانا الماتش، هي دي اللي احنا اعتمدناها خلاص اللي احنا هنعمل عليها البريدكشن فيما بعد. هنقف كده على دي وندلت الرنات يعني اللي احنا عملناها عشان بس ما نزحمش الدنيا، وهنخلي دي معانا. نقف كده على دي عادي وندوس كنترول، نقف على التانية نقول له ديليت يعمل دول يستقول، وخلي معانا الرنة ديت الأساسية. تمام. طيب زي ما قلنا ادم هعمل رن سيميوليشن او هعمل رن بريدكشن سيميوليشن يبقى لازم بالتالي هعمل لها استراتيجي، فهعمل استراتيجي للبريدكشن بالبلان اللي انا مش هدخل ابار جديده، انا جاست هكتفي بالاربع ابار دول اللي انا كنت مدخلهم في رنة الاستراتيجي بتاعه الهيستوري. طيب هنعملها ازاي؟ شغل البريدكشن هيعتمد بالاساس على الاستراتيجي، هو دوت اساس الشغل في البريدكشن. فانت كل ما هتعمل استراتيجي مظبوطه وهتظبط الكنترولز والليميتس والرولز بتاعتك، فانت هتاخد رن بريدكشن وفقا للرؤيه بقى بتاعتك زي ما انت عايز. يعني لكل شركه البوليسي بتاعتها، لكل مهندس بيبقى قاعد البلان بتاعه اللي هو بيحطه، فوفقا للبلان اللي انت بتتخيله هتظبط عليه الاستراتيجي. وما موضوع السيميوليشن رن ما هو الا بس هيرن الرؤيه بتاعتك اللي انت حطيتها في الاستراتيجي دي. فهنعمل ازاي بقى استراتيجي للنو فاردر اكشن كيس؟ هنروح للويل انجينيرنج وهنروح للديفلوبمنت استراتيجي، وكانت الهيستوري استراتيجي 2 ديت اللي احنا كانت اخر حاجه اللي احنا اشتغلنا بيها، فظبطنا فيها لو احنا فاكرين كده حطينا فيها الابار بتاعتنا وعملنا الجروبس الاويل والووتر انجكشن وحطينا الرولز كومنت والفريكوينسي، وبعد كده عملنا بقى الهيستوري ريت كنترول والهيستوري. فدي كانت حاجات خاصه بالهيستوري نفسها. تمام. اللي هنعمله دلوقتي اللي احنا هنكريت نيو، بس هنكريت نيو على دي عشان ناخد نفس الترتيبات ديت ما نعيدهاش تاني، وهنسميها NFA Further Action Case، وهنختار ان الرنة ديت هتبقى رن بريدكشن. فبالتالي هو اوتوماتيك كده راح شايل الرولز اللي هي كانت بتاعت الهيستوري.
تمام. طيب رنة الهيستوري احنا كنا بادئينها في سبتمبر 21 ونهيناها في مايو 24. رنة البريدكشن هنبتديها في مايو 24 اللي احنا نهينا بيها الاستراتيجي بتاعة الهيستوري. اول حاجة هظبط التايم ده، بس انا لو حطيت هنا نفس التاريخ مش هيقبل ده. يعني لما اجي هنا احط نفس التاريخ اللي هو موجود عندي الاند، فهيقول لي كده اوتوماتيك ولما ادوس انتر هيقول لي ما ينفعش، انت اساسا يعني هتحط التاريخ مرتين. فهنغير بس ده كده مؤقتا، هنحط اي حاجة بس دلوقتي. تمام. هنيجي في ده كده هنحط 1 مايو 2024. دوت معناه اللي احنا النهارده دلوقتي اللي هنبتدي فيها رنة البريدكشن عند مايو 2024. طيب هيجي بقى هو هنا اوريدي الابار انا ظبطتها في الفولدر دوت، بس يفضل يعني اللي انت تنظم الابار بتاعتك لو انت حتى عندك ووتر انجكشن في موضوع الويلز فولدر دوت اللي انت تظبطه لاويل برضو زي موضوع الجروبس كده ووتر انجكشن. فهنيجي على الويلز فولدر وهندوس كليك يمين واد نيو يوزر في الفولدر. هنسمي الفولدر الاولاني رينيم، هنسميه كده اويل، وهنكليك يمين برضو على الفولدر التاني رينيم ونسميه ووتر انجكشن، وهنحط فيه بير 15 وبير 26 اللي هم بتوع الووتر انجكشن. تمام. وعندي جروبس كده مظبطه زي الفل. طيب هنيجي بقى للجزء دوت اللي احنا موضوع الرولز. الرول الكنترول اللي احنا كنا عاملينه في الهيستوري كان على اساس زي ما قلنا ان انت لازم تحط له كده حاجه يبقى جايد ليه يمشي عليه يعني. فكنا حاطين الكنترول على الليكويد ريت، فكان بيحقق الليكويد ريت وفقا للاكشوال داتا اللي احنا مدخلينها. تمام. طيب انا دلوقتي ما عنديش اكشوال داتا، فازاي اكنترول؟ يعني هل اسيبه كده واقفل الدنيا على كده واقول له رن يا عم وهو بقى يعني يتصرف مع نفسه؟ هو مش عارف يتصرف مع نفسه، هو راجل عاوز جايد حتى في البريدكشن يقدر يمشي على ضوءه ويعمل لك سيميوليشن للحاجات التانية كلها. تمام. فاللي هنعمله هنا اللي احنا هنيجي في الرولز فولدر ديت. اول حاجه طبعا دي الكومنت، فهنكتب فيها مثلا ديت بريدكشن استراتيجي دو nothing case. وزي ما قلنا ان الكومنت مش بيأثر في حاجه، هي بس يعني عشان بس افتكر الكلام اللي انا كاتبه او الداتا بتاعتي او زميلي يشوفها. الريبورتنج فريكوينسي احنا بس عشان نسرع الدنيا شويه ونخليها خفيفه كده هنخليها في الرنه دي كل 6 شهور يعمل ريبورت. دي الكالكوليشنز اللي هو بيعملها. طيب هنيجي بعد كده بقى الموضوع الكنترول، فادوس هنا اد رولز. اد رولز هنلاقي الرولز مختلفة تماما عن الرولز اللي هي كانت واحنا مختارين الهيستوري. هو هنا بقى بيظبط الرولز بتاعته اوتوماتيك ان ديت حاجات يعمل البريدكشن. فاول حاجة هنحطها معانا في الرولز دي، وبعد كده يعني هنعملها بقى اللي هو اليوز بيرسيتس زي ما عملناه في الهيستوري، بس خلينا الاول نعملها بايدينا كده في اول مرة. فهنعمل اول حاجة هننزل على هلاقيه طبعا مقسم لي الرولز لجروبس وويلز، وهنعرف ان شاء الله ايه الفرق ما بينهم. يعني هنبتدي ب الويل ريت برودكشن كنترول. ادوس كده دبل كليك عليه اشوف الرول دي. الرول دي بقى بتقول لي ايه؟ بتقول لي الويل ريت برودكشن كنترول مش مقصود بيها ان هو يعمل كنترول على الريت يعني وفقا لاسمها، بس مقصود بيها ان دي ابار البرودكشن وابار اللي هتنتج عندك، فالكنترول اللي انت هتعمله هيبقى على ايه. تمام. فحاجه كده في دي لازم ادخل الابار بتاعتي، فهدخل الابار اللي هي بتاعه البرودكشن اللي هي الاويل مش الانجكشن. طب الكنترول مودز سيبنا دلوقتي من حته جروب كنترول وهنقولها بعدين. هختار الليكويد ريت في الحاله بتاعتنا دي.
الليكويد ريت. طب الليكويد ريت كام؟ يعني الريت بتاعك اللي انت هتحطه ايه؟ تعالوا كده نشوف التشارت اللي احنا كنا عاملينه لما خلصنا. نفتح كده ويندو ونجيب شارتنج ويندو، خلينا هنا كده. ده لما عملنا الجزء بتاع اللي احنا بنعرض الريزلتس بتاعت السيموليشن ران. ف هنجيب هنا الليكويد. فين الليكويد يا شباب؟ الليكويد برودكشن ريت، وهنجيب الاويل برودكشن ريت، او ماشي مش مشكلة، وخلينا نجيب برضو الوتر انجكشن ريت. نقول له اوكي يا عم. بالنسبة للابار بقى بتاعت ابار اللي هي الاويل بروديوسر ده، بس نجيب دلوقتي الليكويد ادم ده اللي هنعمل عليه كنترول. خلينا نشيل الاوبزرف بقى، خلاص احنا هنشتغل على الرنة بتاعت الهيستوري كيس مود ديت اللي احنا عملناها. وخلينا نحط البرين البروديوسر هو 31 و33 مع بعض، ونشيل الفيلد بقى دي. انا بس عايز اعرض البرين دول، وهقول له اوكي. فحاجة في البرين دول خط الدوتس ديت اللي هو بير 33، واللاين ده بير 31. فهنلاقي ان البرودكشن مثلا بتاع بير 31 كان حوالي 250، ودوت مثلا 255. فلو انا جيت هنا مجرد بس ما ادخله الفولدر بتاع الابار كلها اللي هم البرين مع بعض يعني، وقلت له اعمل كنترول على الليكويد ريت، لو انا جيت في الليكويد ريت وكتبت له هنا 250، فهو هيخلي كل بير 250. تمام. ولو دوست فاليديت اكتف خلاص كده هو هيعتمد الكلام دوت ويخلي كل بير ينتج 250 مستقبلا، لحد بقى ما يقف، اما للتايم اللي انا هحطه في الاخر او كونديشن انا هحطها يوقف الرن عندها. تمام. طيب بس انا عايز اخلي بير 31 دوت ينتج لي 250، وبير 33 يفضل على 255. انا عاوز الرقمين دول. فهعمل ايه؟ هاجي هنا بقى في الويل ريت الرول اللي انا لسه حاططها، ادوس عليها كليك يمين واقول له convert to tabular rule، فهيقسم لي وفقا للابار اللي انا مدخلها له في الفولدر ده اللي انا عملت له insert. طيب بير 31 انا عايزه 250، بير 33 انا عايزه يا عم 255. فهنا هقدر اقسم كل بير انا عاوز الانتاجيه بتاعته كام، او الكنترول اللي انا هعمله له كام. تمام. فانا كده اوريدي خلاص حطيت اول رول عندي اللي هي بتاعت الويل ريبرودكشن وقسمتها لتابلر رول. طب هنيجي بعد كده بقى ايه؟ انا عاوز اعمل ليميت. هعمل ليميت، هاجي هنا في الرولز، هنزل برضو الويلز، وهقول له عايزين نعمل ليميت للويل بريشر برودكشن كنترول. ونقفل كده على دي. نيجي على ديت يقول لي ايه الابار اللي انت عاوز تعمل لها بقى الليميت بتاعت البريشر. هقول له والله برضو الابار الويلز. لاحظ ان انا اخترت رول اسمها ويل، تبتدي بويل، فانا بدخل له الفولدر من الويلز فولدر. تمام. فحطيت له هنا كده الاويل، وهقول له انا عاوز البريشر دوت يبقى ليميت، و يبقى البوتوم هول بريشر 15، وزي ما عملنا قبل، او يعني عملناها في موضوع الاستراتيجي بتاعت الهيستوري. يعني بقول له امشي بقى على الكنترول اللي بس ندوب فاليديت اكتف، امشي على الكنترول اللي انا حاطته لك ده، ان البير ده ينتج 250 والبير ده 255، بس بشرط ان البريشر ما ينزلش عن 15. اول ما بريشر فيهم ينزل على 15 سيبك من الكنترول دوت خالص، وخلي لي الكنترول بتاعي على ال 15، امشي ثابت عليه، وايا يكن بقى الفلويد يطلع عندي ايه. ودوت مماثل شويه للواقع. يعني حضرتك لما بتيجي اساسا تنتج سي مثلا انت هتفضل بتنتج 250، لو فرضنا ان انت مش عامل موضوع الانجكتورز والبريشر بيحصل ان هو عمال ينزل معاك، بيحصل له ديبليشن، ف
البريشر مثلا كان 100 هينزل ل50، لان هو علشان يقدر يحقق لك ال 250 اللي انت حاططها دي. طب انا لو حاطط 500، كل ما ازود الريت كل ما البوتوم هير بريشر بينزل، لان بيحصل درو داون عندي، فيفضل البريشر ينزل لحد ما يوصل بقى للليميت بقى عندي هنا 15 ده اثبته، واقول له ايا كان بقى البرودكشن. اكيد طبعا البرودكشن ساعتها هيقل معايا علشان يقدر ان هو ما ينزلش بالبريشر لاقل من 15. تمام، فانا كده اوريدي حطيت الليميت بتاعي. هنيجي بعد كده بقى الابار الووتر انجكشن محتاجه رول. فحاجه هنا كانت ابار الووتر انجكشن في الهيستوري كيس، في الهيستوري استراتيجي مش محتاجه رول، لان هي اوريدي كانت انكلودد في الرول بتاع الكنترول بتاع الريت، ان انا كنت عامل الليكويد ريت وكنا عاملين الانجكشن سيرفيس ريت. لو حضراتكم بس رجعتوا الموضوع الاستراتيجي بتاعه الهيستوري فهنلاقي ان ما بحتاجش اعمل رول للووتر انجكشن في الهيستوري استراتيجي، ولكن في البريدكشن انا محتاج اعمل لها رول. فهاجي هختار الووتر انجكشن كنترول، ادوس كليكتين عليه عشان تنزل، بقفل كده دي. يقول لي بقى طب الابار اللي انت عايز تحطها ايه؟ بقول له الفولدر بتاع الووتر انجكشن. لذلك كان في الكنترول برضو بتاع الهيستوري انا يعني ما قسمتش بقى دول، انا جبت الولد فولدر وحطيتها كلها، وهو بقى بيشوف الابار الانجكشن وايه الابار البروديوسر وفقا للداتا اللي موجوده اللي انا دخلتها له. انما هنا هحتاج اللي انا اقسمها له، لان اوريدي مفيش داتا داخله، فانا لازم اعرفه اقول له والله الابار ديت بتاعت الووتر انجكشن يا عم، واعمل لها الكنترول بتاعها وفقا للابار دي. طيب بما انها شوف كده بقى، بما انها ابار الووتر انجكشن، فانا هغير في الشارت بس دوت كاسترشادا اللي انا اشوف الووتر انجكشن بتاعهم كان ظروفه ايه، وكان للبرين 15 و26. اوكي طيب الدوتس دوت البير 26 وده 15، فبير 15 كان ماشي في رينج حوالي 400 مثلا و30 ولا حاجه، ودوت 300 قلت 375. انا مش شرط اللي انا احط الارقام دي، زي ما قلت لحضرتك انت وفقا للبلان بتاعك او البوليسي بتاع شركتك هتحط الريت بتاع الابار كبريدكشن. طب الصح برضو بيبقى ايه؟ الصح ان حضرتك هتعمل اكتر من كيس، مش كيس واحده، يعني هتحط مثلا كيس زي ما احنا شفناها بالنسبه للابار الزيت مثلا، بتحط ال 250 255 وهتحط ديت مثلا في الرينج دوت، وهتنتج وتشوف الدنيا الووتر كده ظروفها ايه معاك والبريشر ظروفه ايه معاك، وتحط سيناريو تانية لو انت هتعلي الريت بتاعك مثلا مش 250، ده انا اعلي الريت لمثلا 300 للبرين واشوف الدنيا هتمشي ازاي. وسيناريو تالتة اللي انت هتخلي مثلا الريت ينزل عن كده وتشوف انه افضل بريدكشن بحيث تحقق البوليسي اللي انتوا حاطينها. تمام، ولكن احنا هنا في الكورس بس الغرض بتاعه اللي احنا نشوف الطريقة بتتم ازاي. فحاجة هنا في الووتر انجكشن البير اللي هو بير 15 هنخليه مثلا 430 والبير التاني 375. فهاجي فبره الووتر انجكشن هنا وقلنا ان دي ووتر انجكشن وهنخليها سيرفيس ريت، ده الكنترول مود بتاعنا، و السيرفيس ريت بتاعنا لو احنا حطيناه زي ما قلنا مثلا كده بس 375 فهيعمله للبرين، لكن انا عايز كل بير بقيمة، فهقف كده هنا ونقول له convert to tabular rule زي ما عملنا فوق، واجي بير 15 زي ما قلنا هخلي بير 15 430 وهخلي بير 26 375 وباليديت اكتف يا عم. خلاص كده ده تمام وده اللي انا هشتغل بيه. طيب نيجي بقى للرول مهمة قوي وهي موضوع المينيمم بقى برودكشن. طيب احنا قلنا ايه؟ قلنا الرنة ديت او الاستراتيجي ديت هتفضل كده شغالة، يعني الابار هتنتج
هيفضلوا ينتجوا ده 250 وده 255 والابار انجكشن القيم اللي احنا حطيناها. طب لحد امتى؟ لحد مثلا لو انا خليت دوت، احنا بدأنا الرنة ب1/5/2024، ولا هنحطها مثلا 10 سنين، يعني 1 الديت 1 مايو 2034. طيب هل هتفضل الرنة ديت خلال ال10 سنين مكملة وانا سبتها على الوضع دوت؟ هتفضل لخلال 10 سنين مكملة. بس انا عاوز ادخل شوية موضوع الايكونومكس معايا. معنى ايه؟ في اي شركة بنشوف النفقات اللي الشركة ديت بتدفعها، وبنشوف في الاخر ايه الربح اللي بيجي من الزيت اللي هي بتطلعه. فسي مثلا ان في شركة مثلا بتدفع لها في الشهر 1,000,000 وبيجي لها 2 مليون، خلاص كده زي الفل وتمام. وكمية الانتاج اللي هما مثلا 2000 برميل، عندك ال 2000 برميل دول اللي بيجيبوا لك الكمية يعني ديت، وانت بتدفع عليهم مصاريف 1,000,000. تمام. طب السنة اللي بعديها الانتاج هيقل، مثلا هيوصل ل 1700. ال 1700 مش هتجيب لك المبلغ ده، هتجيب لك مبلغ اقل منه، فتلاقي انت بتدفع مثلا 1,000,000 بس اللي هيجي لك مثلا 1,500,000. السنة اللي بعديها 1,200,000. السنة اللي بعديها انت بتدفع 1,000,000 وهتلاقي اللي هيجي لك 1,000,000. فالرايح على قد مفيش اي مكسب من الموضوع دوت. طب بتنتج كام يا عم؟ انا وصلت مثلا الانتاج بتاعي ل 700 برميل، بس اعرف ان ال 700 برميل دول هم الايكونوميك ليميت بتاعي. فده اهو الموضوع بيبقى يعني مكلكع شويه عن كده، مش بالظبط يعني الرؤيه دي، لان طبعا السعر بيتغير والنفقات بتتغير، فبيتعمل لها ايكونوميك موديل كامل. بس بنقولها كده بطريقه بسيطه، ان انت الايكونوميك ليميت بتجيبها وفقا للرؤيه بقى بتاعه الايكونومكس بتاعه الشركه. خلاص. فهنوصل مثلا لل 700 برميل دول، هقول له والله ده يا عم الايكونوميك ليميت بتاعي، لما الفيلد كله يجي عند ال 700 دول وقف يا عم الانتاج. تمام. فاحنا هنا في الموديل بتاعنا هنظبط موضوع الايكونوميك ليميت دوت بالنسبه للفيلد، بحيث مثلا اللي احنا نشوف مثلا ممكن نحطه كده، قول مثلا ممكن نحطه 100، يعني بننتج من كل بير البيرين حوالي 500. لما يوصل يا عم الانتاج الفيلد بتاعك ل100 وقف لي الليله دي. تعالوا كده نشوف هنعملها ازاي. هنيجي هنا في الرولز، مش هنختار ويلز بقى، ده جروب، لان انا عاوز الفيلد كله يقف عند القيمه ديت لما اوصل للقيمه دي. فهاجي هنا لجروب مينيمم برودكشن ريت، كليكتين كده واروح اظبطها. طيب هو هيقول لي بقى انه جروب المينيمم برودكشن ريت بتاعه، هقول له والله احط لي ما ينفعش احط بقى الفولدر ده. لو جيت احط الفولدر ده في الجروب هنا، هو هيقول لي لا انا اكسبت جروب قول لي، فاحط الجروب فولدر اللي احنا عاملينه هنا بتاع الاويل من جروب فولدرز، اضيفه له هنا. طيب الريت تايب بتاعك ايه اللي انا هوقف عنده؟ اويل ريت ولا جاز ريت؟ اويل ريت. طب اويل مينيمم اويل ريت قد ايه؟ عند 100. يعني اول ما يوصل الانتاج بتاعك للتوتال فيلد 100 وقف لي القصه دي، وقف البرودكشن خالص. طيب بقول له فاليديت اكتف. وممكن كمان اللي انا اعمل ايكونوميك ليميت للبير الواحد نفسه. يعني انا لو في بير مثلا بنزله اس بي وبدفع له فلوس مش عارف ايه وبتاع، فاكيد البير نفسه بحسب له حساب ايكونومكس. فخلينا نحط ان البير لما يجي مثلا عند 50 ستوب يا عم البير دوت، يعني اقفل البير ده. فهنيجي في اد رولز، وهنيجي هنا في الويلز بقى، فهنجيب الويل مينيمم والمينيمم برودكشن ريت، كليكتين، واجي في الويل مينيمم برودكشن ريت بيقول لي انت انهو ابار، اقول له والله بقى اجيبها من الفولدر اللي فوق بتاع الويل فولدرز، لان دي ويل رول مش جروب. فهاجي هنا كده في الاويل هو ده، خليها اويل ريت والفاليو 50. يعني لو في بير جه عندك 50 وقف البير ده دلوقتي وكمل بقيه الابار لحد. طب اوقف الرنه امتى يا عم؟ لحد ما الفيلد كله يوصل لل100، كل ابار الزيت المجموع بتاعها يوصل ل100 وقف الرنه كلها.
وهندوس فاليديت اكتف. طيب في حاجه بقى هنا، انا عندي دلوقتي ابار اويل بروديوسر وعندي ووتر انجكشن، فانا لو جيت الجروب الكنترول الليميت دوت او الكنترول دوت اتحقق قبل التاريخ بتاع 1/5/2034، يعني سي مثلا جينا عند مثلا سنة 2027 والتوتال فيلت او الابار الاويل بروديوسر انتاجها المجموع كله كان 100، هيوقف الرنة؟ مش هيوقف الرنة، هو هيوقف ابار الزيت، يعني ابار الزيت هتقف بس هيفضل الووتر انجكشن شغال معايا. ليه؟ لانه مش مقيد بده. حتى لو انا حطيت هنا في الجروب دوت الفيلد كله، يعني اقول له الفيلد كله لما يوصل لكذا، هو مش هيوقف الرنة، هو هيوقف ابار الزيت عندي 100. تمام؟ طيب الصح ايه علشان انا عايز اوقف الرنة اساسا كلها؟ فهختار رول هنا اسمها جروب شات كونسيكونسز. الجروب شات كونسيكونسز ديت انا بقى بقول له يعني وقف الرنة عندها. تمام؟ فهو هيقول لي دلوقتي في دي الجروبس ايه، اقول له الاويل، هيقول لي اند ران اوف اول ويل شات يس. ايه اللي حصل في الرول ديت؟ اللي حصل في الرول دي هو بيطبق ندوس فاليديت الاول، اللي هيطبق اللي هيحصل هنا. مش انا جيت هنا في الجروب مينيمم برودكشن وقلت له اول ما الانتاج الزيت يوصل 100 وقف لي ابار الزيت، وهو هيوقف دلوقتي ابار الزيت. حتى لو حطيت الفيلد كله هو هيوقف ابار الزيت، بس ابار ووتر انجكشن هتفضل شغاله. فالرول ديت حطيتها عشان لما اقول له ابار الزيت لما تقف يا عم اند رن، وقف الرن عندها. فده المقصود من دي. لو انا ما عملتهاش هيوقف لي ابار الزيت لما يحصل الكنترول دوت، لما يحصل المينيمم برودكشن دوت اللي هو ال100، بس هتفضل الووتر انجكشن شغاله. فهتلاقي الرنه بتاعتك شغاله يوزلس، يعني بلا فايده، انت عمال تحقن ميه، بل بالعكس. يعني انت مش ده اللي هيحصل في الاكشوال، انت كان البلان بتاعك في الاكشوال اول ما توصل لل100 وقف الفيلد كله. الجروب رول ديت مهمه جدا اللي احنا نحطها في الاخر خالص. وقلنا الديت هيبقى في الاخر خالص عند مايو 2034، ايهما اقرب بقى هيحصل الاول فالرنه هتقف. وهدوس هنا ابلاي وهدوس اوكي. طيب اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل اللي انا هرن بقى رن بريدكشن سيميوليشن. طب بجيبها منين؟ بدل ما اروح بقى للسيميوليشن وهعمل ديفاين كيس دي كانه بيقول لك رنه من الاول وجديد، بس انا اوريدي رنت هيستوري، فما ينفعش اللي انا رنت البريدكشن ارنها من اول وجديد. هي معتمده على رنت هيستوري. فانا رنت هيستوري اللي انا عملتها دي جاست كده هقف عليها وهدوس كليك يمين واقول له ريستارت كيس، فهو عمل الريستارت كيس اوتوماتيك على طول كده مبنيه على دي. طب انا عاوز ارن ديت يا عم واحط فيها الاستراتيجي واظبط بقى اموري فيها، ادوس كليك يمين واقول له ديفاين سيميوليشن كيس. هنيجي في الديفاين سيميوليشن كيس الديسكريبشن نكتب اللي حضرتك عايزه يعني فيها زي الكومنتس. هلاقي بقى في الجريد والفانكشنز الحاجات اللي احنا دخلناها في رنة الهيستوري كيس الاساسيه معموله جراي، انت ما ينفعش تغيرها. تمام؟ هو ممكن اللي انت تغيره تحيلا بطرق تانية بس ده مش صح، يعني طرق كده حالات خاصة هتضطر لدوت. بس خلينا بس في الموضوع السيمبل كده، ان حضرتك هتاخد الرنة الهيستوري زي ما هي من غير اي تعديل فيها، بالفانكشنز مفيش برضو اي تغيير فيها، الاستراتيجي القديمة مش هتغير فيها، ولكن انت هتضيف الاستراتيجي اللي حضرتك حطيتها اللي هي بتاعت البريدكشن اللي سميناها NFA هنحطها هنا. ده بس اللي احنا هنعمله، وكده خلاص خلصنا الاستراتيجي بتاعت الرنة ديت. فخلصت جاست اللي انت حضرتك هتدوس الرنة تخلص وهنشوف
الريزلتس بتاعتها هيبقى شكلها ايه. هندوس رن وبعد كده هنوقف الفيديو وهنشوف الريزلت بتاعتها اول ما تخلص بمشيئة الله. بسم الله. طيب الرنة كده خلصت بتاعت الفردر اكشن كيس ديت، فهنقول لها هنا كده اوكي. تعالوا نشوف الريزلتس بتاعتها. خلونا نقرا كده الهيستوري كيس مود اللي هي الاساسيه والريستارت الجديده اللي احنا عملناها. طب هنعرضها على ايه؟ وفقا مثلا خلينا نعرض الفيلد ونعرض ال oil production rate والwater injection rate، وخلينا نعرض كمان liquid production rate والwater production rate. ده الفيلد كله. فهنلاحظ ايه؟ هنلاحظ ان هو الدوتس ديت الرنة الجديدة بتاعت الريستارت. بدأنا بالليكويد ريت كان يعني يعتبر حوالي 500 او 505 يعني، فضلنا ماشيين بيه ثابت. وكنا قلنا ان في الاستراتيجي بتاعتنا ان اخر الرن عند سنة 2034، ولكن هنلاحظ ان الرنة وقفت هنا عند 2029 قبل 2034. معنى كده ان الشارت اللي احنا حطيناه اوريدي اتحقق بتاع المينيمم برودكشن ريت بتاع الجروب بتاع الاويل بروديوسرز. فهنلاقيه فعلا احنا كنا حاطينه المقدار بتاعه كنا حاطينه ب100، فهو هنا جه عند ال100 وراح موقف الرنة عند سنة 2029. الووتر انجكشن برضو وقف، فبالتالي لو احنا فاكرين اللي هو الجروب شات سيكونس ديت اللي احنا حطيناها في اخر رول، لو ما كناش حطيناها كان زمانه هنا وقف الابار بتاعت الاويل بروديوسر عند 2029 وكمل الرنة للووتر انجكشن لحد سنة 2034، ودوت مش صح. فكان مهم اوي الرول دوت تتحط علشان تحقق لي الشكل اللي احنا شايفينه دوت. لو جينا بصينا بقى على الابار نفسها، جينا مثلا لبير 31، فهنلاقي بير 31 اوريدي فضل بينتج لحد ما وصل ل50 برميل ووقف. طيب وقف امتى؟ كان وقف تقريبا في جون في فبراير تقريبا او في مارس سنة 29. نيجي البير بقى اللي هو 33، هنلاقيه ان هو محققش ال50 يعني. بس الرنة وقفت ليه؟ وقفت لان البير التاني اول ما وصل ل50 البير اتقفل، فبالتالي بقى التوتال فيلد برودكشن وقع عن ال100 اللي احنا حاطينها، يعني وصل للايكونوميك ليميت 100. لو احنا ما كناش حاطين بقى ان المينيمم برودكشن بتاع البير يتقفل على 50، كان زمان الانتاج في الوقت دوت هناك 50 وهنا 60 حوالي 110، فكانت الرنة هتكمل لحد ما نوصل مثلا سيل الشهر اللي بعده ولا حاجة توصل ل100 والرنة هتقف. ده بالنسبة للابار الاويل بروديوسر. الابار الووتر انجكشن اللي هي بير 15 وبير 26 فضلت مكملة معايا ده قلنا لحد التاريخ دوت، علشان حطينا الرول الأخيرة إن هي الرنة هتقف أول ما الأويل بروديوسرز يقف. دي كده الرنة بتاعة النو فاردر أكشن أو الدو ناثينج كيس، ما عملناش حاجة فيها جديدة غير إن الآبار اللي أوريدي كانت موجودة في الرنة بتاعة الهيستوري عملنا لها استراتيجي وحطينا الآبار ديت وعملنا رنة السيميوليشن. هنستخدم الرنة برضو ديت او الريزلتس بتاعت الرنة ديت في ان شاء الله بقى في الجزء اللي جاي اللي هو بتاع الديفلوبمنت بلان، اللي احنا هنشوف ازاي نعمل ديفلوبمنت بلان للفيلد، ازاي نحفر ابار جديدة ونعمل لها استراتيجي ونحطها في رنة ريستارت جديدة. ارجو كده نكون الموضوع بتاع النهاردة كده وصل لحضراتكم بصورة كويسة، ونتقابل بمشيئة الله في المرة اللي جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.